السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قبل ما نبدأ الفيديو بلاش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو كده ونتفاعل على القناة عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. النهارده ايه؟ جمعة، نصلي على النبي في الكومنتات. يوم الجمعة طبعا انتوا عارفين نصلي على النبي كتير في الكومنتات عشان ناخد حسنات حلوة كتير. النهارده روتين يوم الجمعة معاكم، وهوريكم حاجة جديدة جبتها الصبح كده عشان ايه. لا، الحاجة دي بحب تبقى موجودة عندي في البيت عشان اعمل منها حاجات هوريها لكم. زي ما قلت لكم الحاجة دي بحب اجيبها عندي واحطها ايه في الفريزر، بتنفعني حاجات كتير. جبت ايه؟ لبن. جبت 4 كيلو لبن. طبعا ايه الست دي بتيجي يوم الجمعة عندنا كده بقوم بشتري منها لبن. بشتري لها بس لبنها مضمون وحلو خالص، يعني الست دي بتيجي يوم الجمعة بس بتبقى مع لبن وزبدة وعيش وطيور وكل حاجة وسمنة وعسل، كل حاجة يعني. وجربت اللبن وجبنة. جربت اللبن بتاعها أحسن كمان من اللي بيتباع في المحلات، ولا ريحة ولا عليه قشطة قد كده يعني. بسم الله ما شاء الله، ست نضيفة 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 يعني. وجبت منها 4 كيلو. جبت الكيلو عامل حوالي الكيلو ب35 جنيه. قولوا لي عدى سعره غالي ولا سعره كويس؟ الكيلو عامل 35. جبت 4 كيلو. طبعا انتوا عارفين يعني ما بنستغناش عن اللبن، ممكن رز بلبن، مهلبية، كاستر. وطبعا ما هحتاجه في رمضان مثلا، هجيب منها برضو على رمضان كده كمية احطهم في الفريزر. كل ما عاوز اطلع واغليه. وبس انا بحب اطلعه من بالليل واغليه وابيته يرب طبعا من الوش كده اشيلها. الطبعة دي بعمل بها ايه؟ ممكن تجمعي شوية كده حلوين وتعمليهم كده زي تربيهم بايديكي ويطلع لك سمنة كده قشطة بلدي، وتسيحيها تعمل لك ايه؟ سمنة بلدي. يعني انا بستفيد من اللبن والقشطة. بس هو بسم الله ما شاء الله عليه لبن، عليه كمية وش يعني حلوة، مش مغشوش. احسن كمان من اللي بيتباع في المحلات. جربت بتاع المحلات ما عجبنيش، ليه ريحه كده. وبرده معلش طبعا من الوش الا ده يعني. لو انت ما بتحبيش اللبن تحبي تشربي اللبن بتاعها. بسم الله ما شاء الله عليها، ست نضيفه نضيفه نضيفه. زي ما قلت لكم انا جبت الكيلو من حساب 35 جنيه. جبت 4 كيلو. شايفين يا حبايبي لما فرشت المفرش؟ يا ريت تقولوا لي رايكم ايه عليه. شايفين لما فرشته هو شكله حلو ازاي، واضح اكتر. قلت لكم لما افرشه هيبان اكتر. شايفين ده اهو مرسوم عليه الكرتون. الحاجات دي بتاع رمضان ورمضان كريم. حبيت اللون ده، كان في منه لون تاني بس انا حبيت اللون الاسود ده. شايفين شكله ازاي؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات على شكله. وهالحاجه اللي خشب دي اللي قلت لكم عليها هحطها على الترابيزه كده عشان تبقى عازل بين المفرش والبتاع والحاجه السخنه. اهو بحطها كده على السفره، اسيبها على السفره على طول عشان ايه؟ كل ما احط حاجه سخنه احطها عليها. هي كويسه وحلوه وشكلها حشيك اهو. عملت النهارده فطار بسيط كده، بيض وبطاطس. طبعا عارفين انت يعني يتعمل ازاي، يعني مش محتاجه اقول لكم يعني يتعمل ازاي. قلنا فطار سهل كده وبسيط بس طبعا مغذي ومفيد وبيشبع. بحب ايه؟ اقسم الرغيف كده نصين. طبعا المص ده بتاع اكل يعني، اصب العيش والعيش الفينو كده. انتوا كده شايفين، افتح النص كده واحط جواه كده. فطار مغذي ومفيد. قلنا النهارده نغير، بدل فول ولا طعميه. طبعا انا ما بحبش اجيب الطعميه من بره بس بنضطر نجيبها اهو خلاص. طبعا مش ضامنينها. وانا الفول ما بجيبوش من بره، الفول بعمله في البيت، ما بحبش اجيبه من بره. طبعا بيبقى ميه بس ما بيبقاش فيه فول اصلا، بيبقى عباره عن ميه تخينه كده وخلاص. انما الطعميه بنجيبها بس مش على طول يعني. حبيت النهارده اغير طبعا واعمل ايه؟ بيض وبطاطس كده، طعمها حلو والاولاد بيحبوها. يا ريت لو وصلت لغايه هنا تفرحينا كده بالاشتراك والكومنت حلو كده. ابتدينا نتفاعل على القناه ونكتب كومنتات، والله بتفرحوني بالكومنتات دي اللي بتتكتب. يا ريت كده نتفاعل كده ونكتب كومنت ونشترك في القناه كده عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. طبعا يا حبايبي بعد ما فطرنا قلت ايه ورايا، شايفين كميه الغسيل قد ايه. احط ايه الابيض كده لوحده عن الدوره ابيض كده. النهارده ايه نغسل ايه؟ طبعا لبس المدرسه
لبس الخروج اللي بيروحوا بالدروس كده يعني. لازم كده دورة كده يوميا او دورتين كمان، مش دورة واحدة، دورة الصبح ودورة بالليل، لازم يوميا كده نحط دورتين في اليوم. زي ما انتوا شايفين كده لبس. طبعا انا بطلع اللبس الابيض واسيب اللبس الالوان ده دورة تاني ان شاء الله. طبعا الغسيل ده احنا ما بنخلصش غسيل يعني. يا ريت كده لو وراكي غسيل تقومي تشجعي كده، شغلي الفيديو كده وتشجعي وحطي الغسيل بتاعك في الغسالة الدورة. طبعا هي الغسالات دلوقتي ما بقتش بتتعب يعني، بتحط فيها الغسيل بتغسل لوحدها. وفي ناس كمان غسالة عادية برضو مش متعبة يعني، بتغسل برضو فيها يعني. ايه، ربنا يرزق الناس كلها وتجيب كل الغسالات دي مريحة، بالذات لما يبقى يوم عندك طويل كده في شغل، مش هتقولي هم ايه الغسيل. ربنا يرزق الناس كلها وتجيب الغسالات الاوتوماتيك الحديثة دي غسالة من زمان، دي قديمة يعني. دي طبعا من زمان، الوقت طلعت الحديثة اللي بتتفتح من فوق. حبايبي طبعا احنا خلصنا تنظيفات، كان فاضل لي ايه اخر حاجه الحمام، قلت ايه اعمله معاكم كده. الحمام طبعا ايه لازم الحمام ده نغسله اسبوعيا، نغسله كله. يوميا نغسل الحوض، ولو في بانيو نغسله، والحنفيات وكده. طبعا لازم ايه يوميا نغسل الحوض والقعده والبانيو. انت داخله كده تغسلي وشك، تاخدي معاكي السلك والصابون وتمشي عليه يوميا، هيبقى سهل معاكي، ما تسيبوهوش بالاسبوع، يوميا كده نغسله. طبعا اسبوعيا عاد نجيبه من الاول للاخر. اللي انا بقول لك ايه الحاجات اللي يوميا لازم تعمليها، الحوض كده والقعده ولو في بانيو ماشي، ما فيش بانيو خلاص تغسلي الارض كده بالفرشه وخلاص على كده. ومش هيغلبك ولا يعوز اي منظفات كتيره ولا حاجه خالص، هي بس شويه صابون وسلك، ولو ممكن عاوزه تطهري بكلور وهو يبقى معاكي زي الفل. لو بس مشيت على الطريقه اللي بقولك عليها كده، يوميا تغسلي الحوض والبانيو والقعده. طبعا نغسل الحيطه كده عشان ايه بينزل عليها صابون. طبعا انتوا بتاخدوا الشاور بتاعكم لازم نمشي السلكه كده عشان ايه السيراميك يبقى نضيف حلو كده. طبعا الحمام لازم يبقى نضيف كده ونغسله على طول. طبعا نغسل الحنفيه كده بالسلكه، زي ما بقول لكم هو السلك ده اللي بيخلي الحاجه بتلمع. السلك اللي انا وريته لكم في المشتريات ده اللي دايما بغسل بيه، بحب هو ده السلك اللي بغسل بيه كل حاجه، الحوض الحنفيه البانيو، هسيبه ان هو بينضف، والصابون وخلاص على كده. هتشوفوا اللمعه بتاعته زي ما انتوا شايفين. البانيو كده ارش فيه ايه كلور عشان ينضف نضيف كده وطاهر كده نضيف. بغسله بسلكه وصابون وهتشوفوه زي ما انتوا شايفين كده. بغسله كله كده بالسلك كده، بغسله ونضفه كده زي ما قلت لكم يوميا نغسله عشان ايه ميغلبناش في الغسيل. اهو شايفين اللمعه ازاي. غسلت الحنفيه والبانيو القعده والارض، كل حاجه بتلمع ونضيفه اهو زي ما انتوا شايفين. والحنفيه تبص بتلمع ازاي اهو من غير مجهود. ايه لما انا ايديا فيه على طول يوميا بغسل الحوض والبانيو والقعده كده، وما بياخدش معايا مجهود خالص. طبعا واسبوعيا بعمله كله، هجيبه من السقف للارض، بس يوميا بعمل الحوض والقعده والبانيو. شايفين النظافه. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت. انا النهارده ما جبتش معاكم الغدا عشان جبته اكتر من يوم يعني، حبيت اغير، قلت ما اجيب بقى التنظيفات اللي بعملها قبل رمضان بتاع الشقه يعني. انا كده خلاص الحمد لله خلصتها، الاوضه عملتها والصاله والمطبخ والحمام عملته النهارده كده. كان هو فاضل الحمام، بس انا طبعا الحمام ايه بعمله يوميا زي ما قلت لكم كده. يوميا كده بعمل الحوض ويعني كده، والحوض والقعده والبانيو. الاسبوعيا بجيبه من السقف للارض، لازم يوميا نعمل كده يعني، لازم اسبوعيا نعمل كده. بعد كده ده بعد الغدا قلت اشطب المواعين. طبعا لازم بعد الغدا زي ما انتوا عارفين بشطب المواعين
هنا الالومنيا طبعا بحب اغسله بالصابون دوت اللي انا وريته لكم قبل كده، والسلك ده هو ده اللي بيخلي الالومنيا بالزيت لازم ليها السلك ده والصابون. شايفين بتبرد ازاي؟ وطبعا بعد كده الحوض والبوتاجاز برضو خدته بس ما جبتوش معاكم. الحوض برضو بغسله كده بالسلكه طبعا عشان ايه يلمع ويبقى ايه ما يلمش حشرات ويطلع ريحه وحشه كده. لازم نغسله كده وننضفه كده ونخليه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هنا احنا بالليل قلنا نعمل حاجه حلوه. قلنا نعمل كاستر. طبعا اللبن ده اللي شفتوه معايا اول الفيديو اللي قلت لكم جايباه. شايفين طبقه الوش؟ وكمان ده لسه مغلي يعني ما بيتوش كمان في التلاجة. لو بيضتوا طبقه الوش دي هتبقى اكتر. شايفين الوش طبعا اهو، لو بيضته كان هيبقى اكتر من كده بس انا مش عاوزاه النهارده مش هبيته يعني. بس انا مش هشيلها هخليها يعني عشان تخلي الكاستر طعمه حلو. قلت نعمل كاستر. هعمل كاستر النهارده. حبينا حاجه حلوه كده ناكلها بالليل. قلت نعمل كاستر طبقين كاستر كده ياكلوه. ولعت عليه النار كده. طبعا الكاستر ده كل الاولاد بتحبه يعني مفيش حد بيكرهه. ولعت عليه النار، حطيت له سكر. هو طريقته سهله يعني مش صعبه. طبعا كل الناس بتحبه. نعمل كاستر الحلو كده. طبعا الحاجات دي بتفكرنا بروايح رمضان. الحاجات دي بتتعمل في رمضان بس احنا مش لازم رمضان يعني طالما احنا حابينها كده في الفطار عادي. رمضان برضو نعمل تاني ونجيب تاني ونعمل يعني مش لازم رمضان بس يعني. انا هزودها لبن مش هزودها ميه. بس انا زعلانه عشان انتوا ما بتشاهدوش الفيديو ولا بتكتبوا لي كومنتات ولا بتشتركوا في القناه. يا ريت كده فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه كده عشان ايه القناه تكبر ان شاء الله وايه تكبر بيكم ان شاء الله. طبعا انتوا عارفين الكاستر لازم نحرك فيه على طول بايدينا ما تسيبش الكبشه. نفضل نحرك لغايه ما ياخد قوام معانا عشان لو سيبنا الكبشه هيعمل مننا لكاليك كده مش حلوه. هو لازم يبقى ناعم كده ما فيش اي لكاليك. لازم نحرك كده على طول زي ما انتوا شايفين اهو. ابتدى يتخن اهو خد سمك اهو بس لسه يغلي تاني. كل ما يغلي كل ما يتخن معانا. برضو ايديك تفضل فيه ما تسيبوهوش عشان يبقى ناعم زي كأنك بتعملي بشاميل بالظبط. ايديك فيه على طول كده. طبعا شايفين اهو يغلي. لازم يغلي كده عشان ايه النشا والكاستر يستوي. مش اول ما يتخن تقفل على طول لا هيبقى طعمه مش حلو. لازم يغلي كده ويستوي عشان يبقى طعم الكاستر حلو. لازم نسيبه يغلي شويه كده حوالي كده 10 دقايق او ربع ساعه كده يغلي عشان ايه يستوي ويبقى طعمه حلو. دلوقتي ممكن برضو نسيب الكبشه ما نحركش. خلاص هو دلوقتي خلاص بيغلي يعني مش هيجرى له اي حاجه. بس هي كل شويه كده نحرك بالكبشه شويه كل شويه. اديكوا شايفين قوامه. هو كمان لسه لما يبرد هيجمد تاني ويمسك نفسه عن كده. بس هو كده قوامه مظبوط. شايفين؟ ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه. انا مش بخلين عليكم باي حاجه. اي حاجه بعملها بوريها لكم اهو. شايفين؟ وما تقوليش هو خفيف لا هو يمسك نفسه لما يبرد. شايفين القوام الحلو ده؟ في ناس كمان ايه بتحش كده جزء منه وتحط عليه كاكاو وتحط كبشه مثلا بني كبشه صفراء طب كده وكبشه بني كبشه صفراء وكبشه بني. يعني بعد ما تعمليه خالص كده تحشي شويه كده في طبق كده وتحط عليه كاكاو وبعد كده تعبي كبشه وكبشه كبشه على كبشه يديكي زي الطبقات كده بتاع الكيكه مثلا. شايفين اهو. ما تقوليش هو مش هيجمد لا هو لما يبرد هيجمد ويمسك نفسه بس هو لما لسه سخن. جربوه بس كده وهو هيعجبكم ان شاء الله. وما تبخلوش علينا بالاشتراك والكومنت الحلو كده. بتفرحوني لما بتكتبوا لي كومنتات حلوه. زي ما انتوا شايفين عبيته. شايفين يستاهل بقكم الكاستر ده. شايفين نعومته ولا في اي لكاليك ولا اي حاجه. بس اعمليه بالطريقه اللي بقول لك عليها دي وانت ايه هتطلعيه مظبوط اهو. ده ينفع برضو رمضان نعمله في رمضان وان شاء الله نعمله في رمضان. وجربوه بطريقتي كده وما تنسوش تكتبوا له في الكومنتات اللي انتوا جربتوه. واشوفكم على خير ومع السلامه.